السلام عليكم. اليوم مع اللقاء فني، نقدر نقول فني تشكيلي في مركز مستشفى بن طفيل بمدينة مراكش. يحضره ثلة من الفنانين والفنانات. هذا العمل هذا هو جمعوي بطبيعة الحال، كتنظمو كل من جمعية ألوان البهجة للفنون التشكيلية وجمعية ما بشراكة مع جمعية اوبن هاند ديال الفنانين كذلك. وهذا بطبيعة الحال بالتنسيق مع المركز، مع إدارة المركز الاستشفائي لمحمد السادس. نحن هنا الآن بمستشفى بن طفيل تضامنا مع أولا مع المرضى والناس اللي تيحسوا بواحد العلة في الصحة ديالهم، تضامنا معهم. هذا مجهود من التشكيليين لتنميق وتزيين المؤسسة، فضاءات المؤسسة تنزينها بلوحات فنية تعبيرية. يعتبر كذلك هذا اللقاء لقاء ما بين الفنانين التشكيليين قصد التلاقح فيما بينهم، بحيث كتعرفوا هذه اللقاءات هي كتزيد كتنمي القدرات حتى ديال التشكيليين انفسهم، لا سيما العمل على الجداريات والعمل على نقطة إضافية أخرى، وهي خروج الفنان من قوقعة المرسم إلى فضاءات أخرى مثل المؤسسات والعمل على الجداريات. وشكرا. هذه التظاهرة ديال اليوم كتدخل في الأنشطة التضامنية والاجتماعية اللي كديرها جمعية ألوان البهجة. وكما شاهدتوا اليوم الجمعية ومجموعة ديال الفنانين والفنانات لبوا الدعوة ديال الجمعية وجاو باش يديروا واحد المجموعة ديال الأعمال الفنية في المستشفى الجهوي بن طفيل. وكما لاحظتوا كيرسموا لوحات اللي غادي تساعد المرضى وغادي تفوج عليهم ولو نفسيا، لان واحد المريض فاش كيخرج من القاعه ديالو وكيلقى اللوحات بهذا الاخضرار وهذا الشكل كيخفف عليه ولو قليلا من المعاناه ديالو. اذا كنشكروا جزيل الشكر جمعيه ألوان البهجه وجميع الفنانين والفنانات اللي لبوا هذه الدعوه الانسانيه. وهذا الشيء معروف على الجمعيه، لان دائما في اطار الاعمال التضامنيه والاعمال الاجتماعيه كتقوم الجمعيه بمجموعه من الانشطه، مجموعه من المؤسسات، كان المؤسسات السجنيه والمؤسسات التعليميه. واليوم كنتواجدوا في المستشفى الجهوي بن طفيل من اجل مواساه هاد المرضى. الله يشافيهم والله يشافي الجميع. وشكرا. مراتي انا بشرى علي، والثقه ديال برنامج تبرع بالاعضاء والانسجه البشريه، والثقه ببرنامج ثقافه وصحه مستشفى ديال الطفيل تابع للمستشفى الجامعي الثالث مراكش. كنقوموا بجداريات بتنسيق مع جمعيه ألوان البهجه من اجل ترويح التغذية ديال المرضى ابتداء في الجناح، وإعطاء جمالية خاصة لهذا الجناح ديال جراحة الدماغ بمستشفى ابن طفيل. معايا نخبة من الفنانين التشكيليين مشكورين على هذا العمل الإنساني الجبار والاجتماعي اللي قاموا به تطوعا منهم. الله يجازيهم بخير على هذه البادره الطيبه من جهتهم. هذا ما الا كيضفي واحد الطابع ترفيهي وترويح النفس والرفع من المعنويات لا الاطر العامله بالمستشفى ولا النزلاء بالجناح. كنشكروا بجزيل الشكر بالنيابه على مدير المستشفى الجامعي الثالث، كنشكروا بالنيابه على مدير المستشفى ابن طفيل على الاطر العامله بالمستشفى ككل. كنتمنى لهم مقام بزاف في المستشفى، مقام طيب ان شاء الله. شكرا بزاف. أولا تحية للفنانين والمتطوعين
تحية لجمعية ألوان البهجة على هذه المبادرة الطيبة وهذه التظاهرة الإنسانية التي إن دلت على شيء وإنما تدل على أن الفنان استعداد كبير على العطاء والانفتاح على الآخر. ونحن الآن نتواجد في مستشفى بن طفيل كمشاركين ببصماتنا المختلفة والمتواضعة من أجل إدخال البهجة والفرحة على الساكنة الذين نتمنى لهم الشفاء العاجل، ونتمنى أن تكون هذه اللمسات قد ساهمت ولو بجزء يسير في إدخال الفرحة والاطمئنان والانشراح على أنفسهم. مشاركتي في هذا الملتقى اللي تلاقينا مع الفنانة مجموعين في أوبيتال بن طفيل بمدينة مراكش، دخل قلبي فرحة كبيرة، لأن تتحس بلا تدخل البهجة داك الناس المرضى اللي مساكن تيتألموا كل شيء، ولكن تدخل داك الطابلو داك اللوحات والالوان وهذا غتخليهم يدوزوا يحسوا بواحد البهجه هما في قلبهم. ودابا هذه ثاني مره وانا تنشارك مع الناس ديال هذه الجمعيه، جمعيه الوان البهجه. شاركت المره الاولى في اوبيتال محمد السادس، خدمنا جداريات ولوحات، وهذه ثاني مره دابا في هذا في مستشفى بن طفيل. وفرحتي كبيره، اولا تلاقيت مع فنانين اخرين، وثانيا هذا العمل الجمعوي تتحس بلا لايق لشي حاجه في المجتمع. التواجد ديالنا مع الإخوان الفنانين والمشاركة باش نقدموا أعمال فنية تشكيلية داخل مستشفى بن طفيل باش نعطيو واحد الابتسامة وواحد الفرحة للمرضى اللي تيتواجدوا هنا في المستشفى. شكرا.